الشاب السوري أول ما يتعرف على بنت بيكون يعني شاب كامل مكمل، أمير الأمراء. يعني بتقول طالع من شي فيلم هوليوود، عرفت كيف؟ يعني مثلا بدق له البنت، مستحيل يرد عليها، بيفصل وبيرجع بدق لها. شو عم تحكي انت؟ بتعرف هو براد بيت، هو صاحب شركة سرياتيل، رامي مخلوف سابقا، هو عرفت شلون؟ مستحيل بيفصل بوشها وبيرجع بدق. معقول يخسرها 40 ليرة؟ هو شلون بدي اشرح لكم؟ جنتلمان يعني ما بيصير. بعدين اذا عزم على شي محل ممنوع تدفعي. شو هي تدفعي؟ انت قدامك زلمة بدك تدفعي؟ شو هي؟ هيك بيعصب، بيصير حمش، عرفتوا شلون؟ خلص بجن. شو هي تدفع ما تدفع؟ اعوذ بالله، هي قاعدة مع زلمة مشورب. بعدين ما بيقول لها لا على شيء، يعني اذا بتقول له احضر هي البنت بيحضرها. واذا رفقتي من 17 سنه بحضرها مشانك، واذا كانت معي بالروضه لك واذا امي بحضرها مشانك، ما انا بنت بحضرها مشانك. ولو يحضر كل البنات مشانها مين ما كانت تكون. تعرفوا البدايات. بعدين اذا كان عم يشتغل شيء وقالت له هيك، دائما هي البنت عندها هي الجمله، عرفتوا كيف؟ ما بعرف هي من باب شو، بس عندها اياها، انه انا عم عطلك عن شيء، عم عطلك عن شغلك. بيجي بيقول لا، شو تعطليني عن شغلي؟ لك انا الشغل بيعطلني عنك. لك انا عم بتعطل، انا بكل لحظه عم بشتغل فيها مشان طالع مصاري، مشان روح اعزمك على كافيتريات ومطاعم، مشان صمد مصاري واتزوجك. ولك انا الشغل عم بيعطلني عنك. بعدين بيوصل لمرحله الماكس، يعني هو خلص ختم القصه، عرفتوا شلون؟ بدي اعرفك على امي، لا مجال، بدي اعرفك على امي، بدي اعرفك على اهلي. طبعا يعني شلون بدي اقول لكم، بياخذها للبنت لعند امه، تمام؟ بتكون امه انه اوكي، هو بيكون معرف امه على شي 60 70 بنت قبلها، انه امه اوكي يلا اكيد هي بكره بعد شهر بتتركه وبترجع بتعرفني على غيرها. فهي بتصير تقول لك انه يا عمري يا روحي ما احلاك وكذا، وبتقول لك الله يكون بعونك. انت ما بتفهمي شو يعني الله يكون بعونك. بعدين بتعرفوا، عرفتي كيف؟ هلا هي بدايه التعارف. طيب خلونا نعمل فلاش باك لقدام. هو ما بصير فلاش باك لقدام، لازم يكون لورا، بس خلونا نعمل فلاش باك لقدام. شو بيصير بنهايه التعارف؟ يا حذركم، احذروا شو بيصير. بتجرب حبيبته تدق له لهذا الشاب بعد مرور اشهر من علاقتهم الجميله، بيفصل بوشها، بس ما بيرجع بدق. لا ما بيرجع بدق، لا. هي اذا فصل بوشها، اذا ما فصل بوشها بيرد انه عادي ما معي وحدات، انا ممكن يبعث لها الرجاء اتصال بي كمان، لا تزعلوا. بحكيها مثلا بقول لها شو ايمت بدك تعزمين على الكافيتيريا، تعزمين على المطعم، هيك عرفتوا شلون؟ انه ايمت بدك تعزمينا، هيك بتصير الامور. يعني بتلاقي البنت يا حرام بتكون اخذه من اهلها مثلا 50,000، بدها تروح تشتري فيهم مثلا مكياج، محاضره، بتروح تصرف مصاري عليه، عرفتوا شلون؟ ايمت بدك تعزمينا، ولك شلون بدي احضرها لهي، ولك هي معي بالشغل. هي احلى حلقه، هي احلى مرحله، انه خلص انه هو تقبل فكره انه هي صارت بحياته، خلص موجوده بحياته. شلون بده يحضر بنت مشانها يعني؟ شلون بدي احضرها لرنا؟ ها شلون؟ رنا معي بالشغل، وشي بوشك اليوم، جاوبيني شلون؟ بعدين بنوصل لمرحله انه عم يعطلوا الشغل، تمام؟ هون ما بيقعد يحكيها بالمره، هو عم يتعطل بالشغل، ما انه فاضي يحكيها. يعني ممكن يحكيها بالاسبوع مره، هي اذا حكاها ممكن باليوم يبعث لها رساله بالغلط، عرفت شلون؟ انه كاتبت له كيفك حبيبي، اشتقت لك كذا، تمام. هي اذا بعثت تمام، عرفت شلون؟ هو ما انه فاضي، هو متعطل عنده شغل. يعني خلص بتصير هون الامور كتير ايزي، كتير رواق. البنت تروح برايي تعمل انشطه ثانيه، يعني تلعب مثلا شطرنج، كره قدم، تعمل انشطه ثانيه، لانه تنسى موضوع الارتباط حاليا، لانه هو عنده شغل، عرفتوا كيف؟ بعدين بدي اعرفك على امي. هي احلى حلقه. هي بعد مرور 6-7 شهور من العلاقه بيكون هو زعجك، مطلع انفاسك، هاري نعمتك، بتروح بتحكي امه، بتقول لها خالته انا عم يعذبني، يعني مثلا انا احمد، مثلا احمد عم يعذبني، يجنني احمد، عم يحكي بنات، عم بيخونني، ما عم يرد علي، عم يتاخر بالرد، اي شيء. شو بتقلك هون؟ الحق عليكي، انت مو معبايه عينه، صح؟ انت الغلط منك، انا بعرف ابني ما بيعمل هيك لو ما شايف شيء غلط عليكي. اعوذ بالله، انا ابني بده يغلط؟ اعوذ بالله، انت الغلطانه. وعلى فكره ليكي انا من البدايه قلت لابني انه ما بدنا اياكي، انت ما بتناسبي عيلتنا، بس بس انت ما بتناسبي عيلتنا، انتهى. هون بنكتشف انه الشاب السوري كتير بيحب الاكشن، كتير بيحب الرومانسية والدراما بالبداية، وبيحب الأكشن والحزن بالنهاية. فبرافو على الشاب السوري. نصيحة لكل الشباب العرب إن كانوا من أي دولة عربية، وحتى الأجانب اللي عم يتابعوني، فعلوا زر الترجمة من فوق واحضروا بالإنجليزي مترجم. الشاب السوري قدوة، كونوا مثل الشاب السوري.
شلون بدي احضرها لرنا؟ ها شلون؟ رنا معي بالشغل، وشي بوشك اليوم، جاوبيني شلون؟